وبرغم ان الحكم حاول يساعد النهارده الزمالك، ولكن فعل فاضح في استاد الدفاع الجوي. النهارده بيراميدز عمل كل حاجه في الماتش، الزمالك ما جاش اصلا، الزمالك مش موجود. ابراهيم عادل نجم بيراميدز حرفيا. الولد ده لازم يجي الاهلي ويلعب كاس العالم اللي جاي. ده لو مش في الاهلي يعني ممكن نجيب مين في مصر؟ لعيب كواليتي مختلف، مرعب مرعب مرعب. عمل كل حاجه النهارده في الكوره. كباري زي ما انت شايف كده ماشي، اسيست ماشي، جون ماشي، نايم زيزو على بطنه ينيمه، اعمل يا ابني مش عارف ايه. مش ممكن، ده محمد هاني بيستحق نشان على الماتش اللي عمله ضد الماتش اللي فات بين الاهلي وبيراميدز. بيراميدز النهارده عمل كل حاجه في الكوره. الزمالك النهارده من سيء لاسوأ، وصراحه نادي الزمالك داخل في دوامه وحشه جدا، دوامه تقريبا مش هيقدروا يخرجوا منها. بيراميدز فعلا دلوقتي فريق مرعب، فريق لازم الاهلي يخاف منه ويعمل له حساب. لازم نبدأ نشد على نفسنا أكتر بقية ماتشات في الدوري، عشان أي نقطة هتروح الفرقة دي ما بتضيعش نقط تقريبا خالص، ما ضيعتش غير قدام الأهلي. فرقة مرعبة، عندهم بدل البديل 1000. النهاردة شفنا عملت إيه في الزمالك، يعني مسحوا كرامة الزمالك الأرض حرفيا. النهاردة ماتش كبير من بيراميدز ومن مدرب بيراميدز ومن كل فرقة بيراميدز. والشيبي كالعادة، أنا واحد مش بحب الشيبي. الشيبي كالعاده كان هيبوظ الماتش النهارده على البيراميدز بسبب اخلاقه السيئه اللي انا بطلعها في كل ماتش الاهلي او اي ماتش بيلعبه. هو لعيب اخلاقه سيئه، فاحنا مش هنعمل زي الزملكاويه دلوقتي ونفضل نقول راجل يا شيبي عشان هم قعدوا يعملوا كده في ماتشات الاهلي. لا، هو لعيب اخلاقه سيئه، وشفنا ده النهارده برضو اتكرر في كذا كوره وفي كذا حاجه. وفي نقطه لازم اتكلم فيها النهارده، لازم نسلم لواء الغطس من زيزو نوديه لسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري النهارده اللي حاول بشتى الطرق انه ياخد ضربه جزاء ويرمي نفسه في الاولى زي ما انتم شايفين كده، ويرمي نفسه في الثانيه، وبرده الحكم للاسف ما حسبلوش حاجه عشان هو غطاس بامتياز، ولكن كان لازم ياخد انذار في الثانيه على الاقل حتى لو مش هتحسب له الاولى، لان الراجل بيمثل كل مره زي ما انت شايف كده. الف مبروك لبيراميدز، وان شاء الله الدوري اهلاوي برده في الاخر. يعني لازم كله كده يعيش الوهم، والدوري في الاخر اهلاوي. سلام.